اصدقائي، كل شيء كيسول على خديجه، كل شيء كيقول لي طمنينا على خديجه. واخا خديجه ما قادراش تهضر وما فيها ما تهضر، انا جبتها اليوم باش تطلع عليكم. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اول حاجه بعدا اسمحوا لي بزاف والله ما نديروش مني خلات الصواب، حيت راه نفس الميساجات اللي كيوصلوا ليلى هما نفسهم عندي انا. صافي قضيتي غراضك، صافي مشيتي، دابا ما نصلحوا لك الوالو. ما تنسيش بلي هشام خونا وعزيز علينا ومن حقنا نعرفوه. شوفوا، لا كبير الا الله، والله لا الظروف اللي كنمروا بها دابا البعيده كل البعد على اي حاجه دزنا منها من قبل. اللي نقدر نقول انه الله يفجع علينا وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. وانا الصراحه قلبي كله ايمان بالله انه الاقدار غادي تبدل الاحسن ان شاء الله، وهشام غادي يولي بخير ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي الحمد. ان شاء الله ربي كبير ربي. فانا اللي غادي نقول لكم هو الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. والله الى الحقيقه بعيده كل البعد على الفيديوهات وعلى كل شيء. راه خديجه كل نهار كتسمع اخبار كتأزمها، كل نهار عاوتاني كيرجع الامل، كل نهار كاينه حاجه جديده باش غتجبد التليفون وباش غتهضر. راه ما كاينش الخاطر نهائيا. اللي نقدر نقول لكم باش نطمنكم لا على هشام ولا عليا، واخا نسمع اللي بغيت نسمع، دائما كتردد في بالي: عند حسن ظن عبادي بي فاني مجيب لدعوه الداعي اذا دعاني. انا ما كنآمنش بشي حاجه من غير ان ربي بوحدو اللي قادر يجدد في هشام الصحه ويرجعوا لينا بخير وعلى خير. شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء راه غير اسباب وصافي. داكشي علاش طمنوا على هشام ان شاء الله يولي بخير. وشوفوا هاد الطمأنينة اللي هي كتعيشها، ولو حنا كنهضروا مع الاطباء كنرجعوا حتى حنا وكنطمنوا ان شاء الله يكون خير. امالنا في ربي كبير 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 كبير. الاطباء دايرين شنو ممكن يدار، وحنا كنتسناو الجسم كيفاش غادي يتجاوب. هاد الشيء هو اللي كاين، يعني ما كايناش شي حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها او لا نقولوها. اي حاجه كنحطها فانا راه كنحطها قدام خديجه كتشوف كل شيء داكشي اللي كنحط، حيت ما عنديش الحق. لا بغيت نقول لكم انه ليلى ما نقدرش حتى نقول صديقه، ليلى راه اختي، اختي والله حتى اختي ديال بصح. والحاجه اللي نقدر نقول لكم على هشام اللي ما كتفارقوش نهائيا نهائيا ليلا ونهارا، باذن الله غادي نولي بخير. اذا بغى الله غادي نولي بخير وان شاء الله ربي كبير. السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي الكرام. اليوم الجديد ديال هشام، اليوم خرجت خديجة على الصمت ديالها وخرجت بواحد الفيديو مع ليلى الشمام وكتحكي لكم الحالة ديال هشام. فخرجت وكتطمئن المتتبعين ديالها وكتقول لهم ان هشام واخا هو في حالة صراحة حرجة، ولكن كلها امل وكلها يقين انه غادي يتشافى. وكتقول لكم دعيو معاه وما تنساوش من الدعاء ديالكم، لان ربي كبير وهي عندها واحد اليقين كبير 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 بالله، وكتهضر كلها يقين ان هشام غادي يتحسن وغادي يبرأ ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا انها غبرات وانها ما بقاتش كتحاط وانها خدات اللي بغات وسمحات في المتتبعين ديالها، ما قدرتش تعطيهم حتى شي كلمه انها تطمئن المتتبعين ديالها على هشام وان هشام كلشي كيبغيه. فهي كتقول لكم انها ما قادراش تهز حتى التليفون، راه الله يحسن العوان، لان الامور مره كتعقد عليها ومره كتحسن شويه. فهي كتقول لكم ان الحاله ديال هشام غير مستقره، وانهم في حاله ترقب، في حاله هلع، في حاله واخا الصراحه هي كتصلي وكتدعي الله وقلبها عامر بالله، وكتقول لكم انها عندها يقين كبير، الا انها كتبقى داك الحاله صعيبه بزاف. راه ما غادي يحس بها غير اللي مجرب. يعني حاولوا الله يخليكم ما تبقوش تهضروا في الناس، لان ما حس بالمزود غير المخبوط به، وكما كيقولوا ايضا الغايب حجته معاه. فما تبقاوش الله يخليكم تهضروا بزاف. حاولوا تعذروا خديجه، عذروا الوضع ديالها،
وليلى الشمام حتى هي كتقول لكم اي جديد على خديجه فضروري ان خصها تاخذ الاذن من خديجه، عاد انها او على هشام خصها تاخذ الاذن من خديجه باش انها تقول لكم الجديد. راه ما يمكنش هي تجي تهز التليفون وتبقى كتهضر، فضروري خاصها الاذن ديال خديجه. وليلى الشمام ايضا كتقول لكم دعيو معها لان هي اللي راها عارفه الوضع ديال خديجه، وكما كتعرفوا حتى هي عاشت نفس الوضع ديال مرض السرطان. فاش نقول لكم لهلا يحافي شي واحد، وحاولوا ما امكن ما تبقاوش تهضروا بزاف. الناس اللي كيهضروا بزاف وما عارفين شنو واقع، غير اللي خاصكم تعرفوه هو ان الوضع ديال خديجه راه سيء بزاف. واخا هي خرجات وطمأناتكم وقالت لكم انا بخير وعندي امل في الله، راه كل مره وشنو، مره كانت الحاله كتأزم ديال هشام، مره كتستقر. مهم كل نهار الجديد، يعني الحاله غير مستقره ابدا. يعني نتوما عليكم بالدعاء 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 لهشام باش ربي يشافيه ويشوف من حاله. خديجه كتقول لكم ان ايمانها في الله قوي بزاف، وان الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يجدد الصحه لهشام، وانه يرجع كما كان شحال هادي. املها في الله كبير، واملها فيكم وفي دعواتكم كبير، فما تنسوهاش بالدعاء. الله يخليكم لانها محتاجه بزاف 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 الدعوات ديالكم. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم. حاولوا ما امكن تبارطاجيو الفيديو باش كل شيء يعرف الحاله ديال هشام فين وصلت، ويعرف ايضا المعاناه ديال خديجه باش ما يحكموش عليها بالغلط. ما تنساوش اللايك، تشاركوا في القناه الا بغيتوا تعرفوا الجديد ديال هشام وخديجه. خليت لكم الراحه، مع السلامه.